هيثم طنبل في الدقيقة 39 يتقدم فريق المريخ على الهلال بكرة. يعني داريو كان يتحسر معز محجوب على الخطأ الكبير اللي ارتكبه داريو كان في الدقيقة 39. وللمرة الثانية على فكرة داريو كان يرتكب مثل هذا الخطأ في مباراة الهلال المريخ. يعود الهلال الآن بهجمات تتمرر في الطرف الشمال. إسحاق تورونجو صد كرة قوية جدا. هدف التعادل، هدف التعادل من إسحاق تورونجو. كنت بقول إنه الهلال يعني يعود للمباراة بتمريرات لم تمر على كحديثي ثواني. تمريرة هيثم مصطفى، شوف المراوغة، شوف التمرير في الطرف الشمال لإسحاق تورونجو والتسديد من خارج منطقة الجزاء، وكرة الصغير أعلى مرمى بهاء الدين محمد عبد الله لصالح فريق المريخ. يمر موسى يعكس أمام المرمى، باولين يلعب كرة وتعود وجد هدف. فيصل العجب يسجل الهدف الثاني. فيصل العجب يسجل الهدف الثاني بعد مرور من الشوط الثاني، ثواني من الشوط الثاني. فيصل العجب يسجل الهدف الثاني. كرة ملعوبة كانت من الطرف الشمال من باولينو، تعبت من موسى الزوما داخل منطقة الجزاء. شوف إعادة في اللقطة، موسى الزوما يمر من يوسف محمد قبل أن يلتقي الدفاع الهلال أنفاسه، يرتقي عاليا اللاعب باولينو، يلعب كرة تعود لفيصل عجب من معز محجوب، يسدد بقوة، يجعل الفريق الأحمر والأصفر في هذه المباراة يتقدم بالهدف الثاني. تصبح نتيجة المباراة 2-1. محاولات كبيرة لمعز محجوب لإبعاد هذه الكرة. ركلة جزاء لصالح فريق الهلال في دقيقة 16، وكالتسي هداف الهلال ب 19 هدف ينفذ الركلة. نتابع ركلة الجزاء، مباراة مليئة بالبذل والعطاء ومليئة بالأهداف، وكالتسي ينفذ ركلة الجزاء لصالح فريق الهلال. كالتسي وبهاء الدين ويلعب كرة جول. الهدف الثاني لفريق الهلال، الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 15. في الدقيقة 15 يسجل فريق الهلال هدف التعادل. تقدم المريخ مرتين. الهدف الأول كان من هيثم طنبل في الدقيقة 39. الدقيقة 45 من الشوط الأول عاد اللاعب إسحاق تورونجو بالتعادل لفريق الهلال. تقدم المريخ بالهدف الثاني من فيصل عجب في الدقيقة الأولى من انطلاقة شوط اللعب الثاني لهيثم مصطفى. هيثم مصطفى يمرر في الطرف الشمال لجودوين، تسديد يسار من جودوين وتصطدم بالعرض القوية. محمد الطاهر، محمد الطاهر يضع الهلال في المقدمة. محمد الطاهر يضع الهلال في المقدمة في الدقيقة 20 من كرة مرتدة من القائم الأيسر، من تصويبة قوية للاعب جودوين. شوف 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 جودوين. نحكي عن الهدف، نتحدث عن الفرحة الجماهيرية الهلالية. لم تفلح محاولات بهاء الدين اليسارية في الزاوية اليمنى لبهاء الدين للاعب البديل مهند الطاهر في الدقائق الماضية. إذا ريكاردو يقرأ الملعب تماما.